السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على فكرة التعريف والتنكير، إزاي نوصل فكرتها للطلاب، لأن في كتير من المعلمين رغم إن هو درس سهل جدا مبيبقاش قادر يوصل المعلومة ده للطفل. تمام. طيب أنا دلوقتي هحاول أقرب الفكرة للطفل. يعني إيه فكرة نكرة ويعني إيه فكرة معرفة؟ النكرة إن أنا بتكلم عن، مثلا لو قلت أنا عايز قلم، أي قلم من أصناف الأقلام اللي موجودة على كوكب الأرض، مش قلم بعينه، أي قلم. تمام. طيب لو أنا قاعدة مثلا معاك وقلت لك القلم ده حلو قوي، وبعدين حطيته على الترابيزة وقلت لك هات القلم، القلم، أنا كده عرفته. ليه؟ لأن أنا وإنت متكلمين على القلم قبل كده وعارفينه إحنا الاتنين وإحنا بنتكلم. تمام. طيب، عندنا في اللغة العربية الحاجة بتكون نكرة طول ما فيش ال دخلت عليها. يعني مثلا كلمة قلم، كلمة باب، كلمة طاولة، كلمة مرآة، كل ده كلمات نكرة. امتى بتتعرف؟ لو اتضاف لها الألف واللام، الكتاب، القلم، المرآة، وهكذا. تمام. طيب في الانجليش بقى عندهم في أداة أصلا للتنكير وأداة للتعريف. يعني الكلمة مش هتتكتب لوحدها. يعني مثلا عايزة أقول أنا أكلت تفاح، I ate an apple. ما ينفعش أجيبها من غير أداة التنكير، أقول I ate apple، لا، يبقى لازم هجيب أداة تنكير. طيب هو الأصل في أداة التنكير بنستخدم إيه؟ الأصل إن إحنا بنحط A قبل الكلمة. يعني بنقول مثلا I have sister. فاحنا قلنا طبعا مفيش كلمة بتتكتب كده في المطلق في الإنجليش، فلازم قبلها أداة تعريف أو تنكير. طيب أنا دلوقتي عايزة أنكر الجملة دي، عايزة أتكلم أن أنا لدي أخت. تمام. فهستعمل هنا ولا آن؟ هستعمل ده الطبيعي ان انا بستعمل طيب امتى بقى بنستعمل آن؟ لو الكلمة بدأت بأي فاول، A E I O U. إذا ابتدت الكلمة بأي صوت من دول، ولاحظوا ان انا ركزت عن كلمة صوت، لو بدأت بأي صوت من الأصوات دي، إه إي أو يبقى هي بدأت بمتحرك. طيب لو جبنا قبلها هيبقى صعب التقائهم هما الاتنين، فعشان كده حطوا الفاصل letter N بعد بدل ما أقول إيه إي أو أي لا، هم حطوا letter N علشان يفصل ما بين المتحركين. تمام. طيب هنجيب مثال، مثلا كلمة orange. جميل كده، بدأت بإيه؟ بأو، بالفاول أو، بدأت بالصوت أو أو أو. طيب ساعتها هستعمل an orange، an orange. تمام. طيب لو أنا الكلمة بدأت عندي، بدأت بالفعل، بدأت بالفعل بكونسونانت زي كلمة our، شكلا هي مكتوبة H، بس جيت أبص لقيتني أصلا ما نطقتش ال H، قلنا our ما قلناش our. طيب لما ما نطقناش ال H بدأنا بصوت our، أه our بصوت فاول. تمام. ففي الحالة دي هضطر ان انا اخليها an our، ان انا اصلا بتعامل مع الصوت. تمام. طيب كلمة زي كلمة uniform، بدأت هنا بإيه؟ بيو، واليو ده من الفاولز. طب تعال نشوف نطقها هنا، يو، يونيفورم، ي ي، صوت أشبه بصوت الليتر واي. تمام كده، يبقى الصوت هنا consonant، a uniform.
ما اضطرناش ان احنا نخليها an uniform، لان اصلا ما حصلش التقاء لحرفين متحركين. اتمنى تكون يعني الرسالة وصلت والدرس وصل بشكل بسيط، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.